كنت متاكد ان الحكومه المصريه مش هتتخلى عنك. لا صراحه بقى هم نسيونا واتخلوا، هم بقى دخلوا بعد ما الامريكان شالوا ايديهم وعملوا بقى ايه، قال يعني ان هم بقى الحكومه بقى وكده. طب نعرف اسباب الاعتقال؟ واللي ممكن نعرف اسباب الاحتلال. تخيل تصحى الصبح تلاقي نفسك نمله، بس الغريب انك ما تلاقيش حتى الفتافيت اللي كانت بترمي لك زمان. في بلد لو النمله صرخت ممكن الدولة تعمل فيها لجنة تقصي حقائق. في فيلم بيبدأ بجنينة حيوانات وبينتهي بجنينة سياسية. عمرو عبد الجليل ساب الكوميديا ودخل علينا بنملة، مش نملة عادية، دي نملة غضبانة سافرت رجعت قررت تقول الحقيقة لو على جثة صرصار الدولة. النهاردة احنا بس مش بنتكلم عن فيلم صرخة نملة، احنا هنسأل هو النمل فعلا صرخ ولا محدش سمعه؟ أنا سعد وده برنامج المفتش الفني. سنة 2011 بعد الثورة مباشرة نزل فيلم صرخة نملة للفنان عمرو عبد الجليل اللي قام بدور جودة المصري، والفنانة رانيا يوسف اللي قامت بدور وفاء مراته، والفنان أحمد وفيق بدور كمال صديق جودة، ومجموعة كبيرة من الفنانين اللي شاركوا في الفيلم. إخراج طبعا سامح عبد العزيز الله يرحمه، وكتابة طارق عبد الجليل. بتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وطبعا زي ما احنا عارفين أي حاجة بتبقى سياسية لازم تتغلف بإطار كوميديا، وكلنا عارفين ليه بس مش هنقدر نروح نقول. الفيلم بيبدأ بأخبار إن الحكومة المصرية الجليلة تبعت وأفرجت عن 7 من المصريين في العراق. والملفت بقى إن المخرج سامح عبد العزيز بيجيب أماكن واقعية قوي في الفيلم، وهو قوي الصراحة في الحتة دي، بيظبط العشوائية في الفيلم وبيبرزها قوي في اللوكيشن. بالمناسبة هو اللي أخرج فيلم كباريه وأفلام تانية. المهم بقى نرجع للفيلم. لقطة جودة وبيسجد على الأرض، من أول لقطة تعرف إن جودة معارض، والمذيعة بتسأله عن مصر، فهو قال إن مصر كانت شايلة إيديها خالص، ولما الأمريكان شالوا إيديهم مصر افتكرت ولادها وجابتهم. متاكد ان الحكومه المصريه مش هتتخلى عنك. لا صراحه بقى هم نسيونا واتخلوا، هم بقى دخلوا بعد ما الامريكان شالوا ايديهم وعملوا بقى ايه، قال يعني ان هم بقى الحكومه بقى وكده. واللي يضحكك المذيعة وهي بتبرق لجودة عشان ما يتكلمش كلام مش مظبوط عن مصر وكده. وجودة بعد ما بينزل من حرب العراق بعد 10 سنين 4 شقق و6 اعتقال، بيفكر ان احنا في مصر ارحم من الحرب والفساد اللي هناك، وان مصر احن علينا من العراق، وده بيأكد لك ان الفساد مش محلي، ده عابر للقارات سعادتك والله. وبنكمل الفيلم بنلاقي الحكومه خدت جودة امن الدوله للتحقيق قبل ما يروح وحتى كمال صاحبه بيقول للظابط على فين يا باشا، فبيقول له يا كمال روح انت وجودة هيجي وراك. قال له يا باشا انت تعرفني؟ فالظابط الحكيم قال له يا ابني طالما انت من رعاع الوطن فاكيد نعرفك. ما ينفعش انت تاخد الجماعه وتتفوق، واحنا بمجرد ما الاجراءات تخلص احنا هنوصله لغايه البيت. فاهم يا كمال؟ حضرتك تعرفني؟ اه طبعا اعرفك، وانت مش مواطن من رعايا الدوله؟ يبقى اكيد اعرفك. بالمناسبه بقى وانت بتتفرج على الفيلم مش هتحس باي حاجه مش مفهومه، وحتى الكلام اللي انت تحسه مش مفهوم كمال هيقول لك معناه. بصراحه من الاخر كده الفيلم يعتبر دردشه على العلن. بيحضر التحقيق مع واحد من البشوات بيقول له يعني انت اتسجنت 6 سنين عشان مفتاح مخزن؟ قال له دي امانه مصر علمتها لنا، ما هي مصر لو كانت لمتنا ما كناش اتغربنا. وبعد كده بيبقوا عايزينه يرشل على اي حد مصري كان بيحاول انه يناضل في العراق، وبيجي بقى نائب الدايره يطلعه. وده طبعا بيوريك الوسايط والمحسوبيه اللي ماشيه عندنا في مصر ايام مبارك، ده غير شراء الاصوات اللي اصلا النائب ده اتعين بالناس اللي زي جوده اللي كانوا بيلموا الناس عشان ايه، يشتروا اصواتهم، وده طبعا ايام مبارك. بعد كده بيتكلم على البطاله، وده كان اسقاط على قصه صاحبه كمال المدرس الشقيان اللي كان بيحب اخت جوده وما عرفش يتجوزها بسبب الفقر. وبيتكلم عن العنوسه اللي اضطرت امان اخته انها تتجوز واحد شمام. وطبعا زي ما احنا عارفين ان طول ما في بطاله يبقى في مخدرات وفي سرقه، والدايره هتفضل تلف، الفقير هيبقى فقير والغني هيبقى اغنى، ولف بينا يا دنيا. طبعا بالتبعيه مش هيكون في تعليم، وهيبقى في جهل وبلطجه لحد ما البلد هتبقى نصين، نص فوق ونص تحت. وده بيفكرني بالفنان علي الحجار في وقت معين لما قال لك انتوا شعب واحنا شعب. احنا شعب وانتوا شعب. عندك حق يا فنان، احنا شعب وانتوا شعب، وده باين بفرق الطبقات في مصر وقتها قصدي يعني. بعدها بيروح يسأل على مراته، واخته بتقول له انها طفشت وما يعرفوش هي فين. والمهم بقى ان اختها بتشتكي له على واحد نصب عليها، وهو واحد قواد بيروح ياخد لها حقها. وطبعا انا مش ببرر، بس ده نتيجه طبيعيه للفقر والجهل اللي هم كانوا فيه، وان الفقر بيعمل اكتر من كده. وبعد كده بتيجي اللقطه اللي الحكومه بتهد فيها التراب على ابو جوده عشان يبنوا عليها المشاريع تفيد الدوله. هم ازاي فكروا يعملوا مشاريع على جثث الاموات؟ حسبي الله ونعم الوكيل صنع الفيلم. وحتى الاهالي لما جم يعترضوا جابوا لهم الامن المركزي يفضيهم بالقوه. يلا حكومه مبارك دي كانت مستبده، الحمد لله انهم ما بقوش موجودين. نرجع بقى لاحداث الفيلم. جوده بقى بيلم عظم تراب اهله وبيجمعها في شوال وبيحطها على سقف التاكسي، وينزل وينساهم ويروح يعمل محضر في القسم، على الرغم من النوم وكل اللي حواليه المحضر ملهوش لازمه. بعدها جوده بيشتغل في القهوه وبيسمع الوعود اللي بتتقال من مسؤول في التلفزيون، وطبعا لانه كان متغرب بقاله 10 سنين ما يعرفش الدنيا وملحقش يتاقلم، فبيفرح قوي. لكن صاحبه عارف اللي فيها وكلها وعود وهميه كالعاده، وبيبص له بنظرات التهام والضحك.
بقى انها بتوصل مع جودة انه يعمل مظاهرات لتقييد النظام، وبعد كده بيتم توزيع صكوك الشركات وبيطلع لكل واحد نص جنيه من صافي الارباح بتاعت الشركه. مفيش اجمد من كده تخفيله. بالرغم من ده كله جودة مش بيفقد الامل وبيدور على باقي الشركات، وطبعا عشان كمان المتعلم اللي فيهم بيحسبها ليهم بيطلع لكل فرد 61 جنيه في سنه. وده اللي بيخلي جودة ينزل للواقع اللي هم عايشينه ويبطل اوهام، وخصوصا بعد ما كمال قال له ان ده مش قانوني وبيروحوا يرفعوا قضيه على الحكومه. المحامي هيقول لهم ان ده مش هينفع لان الدوله عملت تعديلات دستوريه وشالت كل البنود اللي بتنص ان المال العام ملك للشعب، والشعب وافق عليه كمان. طب وبتكمل بقى المسرحيه الهزليه لما كمال وجودة يقرروا يرفعوا قضيه على رئيس الجمهوريه ان محدش وافق على التعديلات الدستوريه. وده طبعا في الفيلم اثبتوا ان الطبقه الكادحه بتمشي اوقات كتير بسياسه القطيع، وده لما جاب مجموعه كادحه قدام القاضي اللي اخد فلوس عشان يصوت، والموظف اللي ساعتها كان شغال بعقد مؤقت لو ما كانش صوت ساعتها كانوا هيمشوه. بصراحه الفيلم جريء، بس هو كده كده نزل بعد الثوره، فتمام يعني الفيلم كان محاس نفسه ان الحريه هتفرتك الدنيا خلاص بعد الثوره ونظام مبارك. مش احنا جايين بقى في ياقوت وذهب ومرجان وايه، الشعب هيتبسط. ما يعرفوش اللي احنا شايفينه. حسبي الله ونعم الوكيل صناع عمل الفيلم. نرجع بقى للفيلم. جودة بيتاخد في امن الدوله يتروق عليه، ولما اتشد وده كان متوقع يعني، وبيتضغط عليه عشان يتنازل على القضيه اللي هو رافعها على سياده الرئيس. الغريب ان وقتها كان البلد هي الرئيس واللي معاه وبيختزلوا الوطن في مصلحتهم هم، مع ان الشعب كان بيدور برضه على مصلحه البلد. اصل مش طبيعي ان المواطن يدور على اي حاجه اذى للبلد، بدليل ان كله بيقضي الواجب الوطني للبلد. لما بيدخل الجيش في ايه؟ كم الانتقادات اللي كان في البلد ده، يعني ان انا بدافع عن بلدي ضد العدو في الجيش، ولما اخلص جيش يعتبروني انا العدو يهاجموني، لو عرضت يتروق عليا في امن الدوله، ولو حد هاجم من الرموز زي حبيب العدلي وغيرهم ابقى عدو الوطن، وكأن كلمه الوطن اختزلوها فيهم وفي مصالحهم، ويتعاقب هو واهله واي حد شافه ما صلاش على النبي. المهم يعني ما تدورش على اجابات يا باشا، ده كان وقت وعدى. ندخل بقى على نص الفيلم التاني اللي فات حماده واللي جاي حماده. ركز بقى معايا كده عشان الجزء اللي جاي هو اللي فيه الزتونه. جودة بقى زي اي حد داخل الحمام عايز يستحمى، فبيدخل مش بيلاقي ميه، وبيسالهم فبيقولوا له ان الميه اصلا مش هتيجي، اللي هو مش شويه وهتيجي، لا دي مش هتيجي اصلا. وده حصل عشان حصل خصخصه لشركه الميه، والميه بقت بكارت واشحن يا معلم. انت عارف ان الواحد ممكن يتنازل عن اي اساسيات زي التعليم والصحه وغيرهم بالرغم من انها حقه، لكن ما يقدرش يستغنى عن الميه والكهرباء. وجودة النمله ما قدرش يسكت وهتف تاني واتاخد تاني، وبصراحه استحمى بالميه اللي هو كان عايزها. ميه يا باشا، وين المطلوب؟ خد يا جودة، عايزين ميه يا باشا، مفيش ميه بس كده، ادوهم ميه. سيبك من ده كله وتعالى بقى نشوف الكلام الغريب اللي قاله كمال لجودة ان النيل الحكومه ضيعته ودول المنبع عماله تبني في سدود، وولاد عمنا اللي بيغفلونا وبيقفلوا الميه من الناحيه التانيه، وحاجه هم سعادتك. المشكله ان المشهد اللي بعده النور بيقطع، طبعا توقعت زي ما الميه بقت بالكارت الكهرباء كمان بقت بالكارت. وطبعا هتقول المؤلف اكيد مخاوف، لكن النظام كان بيرتب الخطه دي من 2010 ل 2011 وهتتنفذ في 2014، بس عشان الثوره الموضوع اتاجل شويه. وبيكمل كمال كلامه على الغاز اللي اتباع لولاد عمنا اللي ما يتسموش، وده بيأثر على انتاج الكهرباء، وده كان مؤشر ايامها في حاجه ان في حاجه غلط. جودة بيروح للنائب عشان ياخد تصريح يعمل بيه مظاهره، والنائب مش هيوافق وبياخد جودة يشغله معاه وانه يمضي موافقه وبس، وده في مقابل انه هيعيش عيشه كويسه. وجودة راح يشتغل معاه وما كانش يعرف انه هيلبس الليله كلها، وده بعد ما كل شويه يمضي لحد ما رجله غرزت. لو لاحظت ان المؤلف حط مشهد لجودة وهو بياكل بشراهه، وده بيبين لك قد ايه ان هو محروم وبياكل كانه بياكل في اخر ذاته. المهم بعد كده بيشوف مراته في الكباريه، بعدين بيطلقها وبيروح ياخد ابنه من خالها، وده ان دل على شيء بيدل على التشتت الاسري اللي ظهر في الفيلم، وبيخليك تتخيل مستقبل ابنهم ده هيبقى ايه. اكيد تخيلته معقد ومريض نفسي ودايما شايف نفسه اقل من اللي حواليه، سيناريو حافظينه يا سعاده البيت. المهم الثوره بتقوم وجودة بيلبس الليله كلها اللي انا قلت لك عليها من شويه، وبيدور جودة على مكنه يستخبى فيها، وده في ميدان التحرير، ويبقى عايز يقابل الرئيس. وبتيجي لقطه جودة وبيفتح باب العربيه اللي المفروض فيها الرئيس بس مش بيلاقيه. ده بيأكد لك ان انت كمواطن مستحيل تشوف الرئيس او تقابله، لانك من الاخر حتى مش خيال، يعني عمرك ما هتتشاف ولا هتتسمع. وده لان الرئيس طبعا مش عايز، وده كلامنا على الرئيس مبارك اكيد، يعني مش كل شويه هوضح الصراحه.
وفي النهايه فيلم صرخة نمله، النمله كانت جوده، بس الحقيقه النمله دي احنا. كل واحد فينا فيه جوده صغير مستني الفرج، بيصدق وعود كدابه. جوده مات في الاخر بس صرخته فضلت عايشه، لان الفكره عمرها ما هتموت حتى لو النمله ماتت. اللي حصل في الفيلم ده مش خيال، دي كانت صرخه حقيقيه وقت ما كانت الناس فاكره ان الثوره هتغير كل حاجه. بس اكتشفنا ان التغيير مش بس في النظام او في الشارع، التغيير لازم يبدا مننا احنا. ويمكن تكون نمله بس صوتك ليه تمن، ولو كل النمل صرخ الفيل مش هيعرف ينام. ولو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت، تقول لي رايك في الفيلم، وتقول لي اول مره شفته امتى، وهل اللي حصل مع جوده زمان هيحصل مع حد دلوقتي، ولا كانت فتره مبارك وعدت.